نجمتنا النهاردة هي نجمة مميزة، هي نجمتنا الفنانة الجميلة المتألقة صاحبة الوجه الجميل المشرق دائما، ليلى علوي. أهلا بيك يا ليلى. الله يخليكي يا نانسي، أهلا بيكي. منورة شاشة نايل سينما. ميرسي، بشكرك جدا. أنا من المتابعين جدا لنايل سينما، وبعتقد إنها من أهم المحطات العربية للسينما. برافو. ليلى علوي بدايتها كانت بداية سينمائية قوية، وبعد كده قدمتي أدوار كتيرة جدا، ولكن لاحظنا في أغلب الأدوار إن بيتم الاعتماد على وشها الجميل، على براءتها، على انطلاقتها. ليه دايما يعني احنا بنعتبرك ايجيبشن سويت هارت او زي كده، يعني دايما تدخلي كل القلوب، نحس ان انت اختنا، نحس ان بنتنا، يعني فعلا ده اللي بيحصل. لا مامتنا الصغيره. يعني سبحان الله، سر الكاريزما. يعني اكتشفتي كاريزمتك ازاي يا ليلى؟ بصي، انا ما بعرفش اتكلم على نفسي كتير بجد والله، مش عشان انا عندي اسرار او عندي حاجات بحتفظ بيها لنفسي. انا بحب شغلي وبحب الناس، وما عنديش اي حاجه الحمد لله جوايا، فيمكن ده بيبان على وشي. وعلى فكره انا بيبان على وشي كل حاجه، يعني لو غضبانه، لو زعلانه، لو متضايقه، لو متنرفزه، لو اي حاجه بيبان عليا جدا. اصحاب برج الجدي كده دايما. بالظبط كده. يعني ما بعرفش امثل خالص، يعني اللي بيعرفني حقيقي قال لي انت يعني سهله وواضحه، يعني مش سهل الممتنع. بس بيظل برضو البرج الجدي اسراره، يعني دايما انت واضحه، وكل حاجه بالنسبه لك انفعالاتك زي ما قلتي، مبسوطه، فرحانه، متضايقه، ولكن بيظل في حاجه جوه كده، الحاجات الانسانيه قوي او العاطفيه قوي مش اي حد يعرفها. يعني يمكن انا ما بحبش، يعني لازم يبقى حد قريب مني قوي علشان اقول له مثلا ايه اللي مضايقني او ايه اللي واجعني او ايه يعني فاهمه. ما بحبش، بحب دايما اشرك الناس في الحاجات اللي تهمها، مش في الحاجات اللي بتاعتي انا بس، يعني عارفه ازاي. ايه اللي بيجرح او بيوجع ليلى علوي؟ كذب طبعا، اكتر حاجه الواحد ما يحبهاش، او ان هو ما يبقى حاطط ثقه في حد او في حاجه، وتلاقي ان الثقه دي ما كانتش في محلها. زي كل الناس، متهيألي كل الناس كده، يعني كل الناس ما بتحبش الكذب، ما بتحبش الخيانه، ما بتحبش حد يضحك عليها. بشوف ان الدنيا مش مستاهله ان احنا نقعد نلف وندور ونتعب نفسنا ونتعب اللي حوالينا. لا، خلي كل واحد يعني في حاله، وكل واحد يعمل اللي عليه، ودايما بيقول لكل مجتهد نصيب. فلو احنا عملنا اللي علينا ربنا هيجازينا كل خير. الانطلاقة السينمائية الأولى كانت قوية جدا، وكان في فترة من الفترات كنت قسم مشترك في عدد كبير جدا من الأفلام. دلوقتي وضع السينما ما بقى زي زمان، ومش عايزين نقول عدد الأفلام قليلة، مش عايزين نقول طبيعة الإنتاج اختلف، طبيعة الناس القائمين على صناعة السينما كمان مختلفة. احنا امتى هننهض كسينمائيين وكاعلاميين وقائمين بالاتصال، او حتى متلقين بيعشقوا السينما، ناس كتيره جدا بتحب السينما، امتى هننهض بده؟ انا اعتقد ان احنا دلوقتي يعني السينما جزء من حياتنا ونقل الواقع الحقيقه دلوقتي شويه مش مستقر. فبالتالي هتلاقي ان مش بس مجال السينما هو مش زي ما كان من كام سنه فاتوا. هتلاقي ان كل حاجه، يعني الحالة الاقتصادية كلها ما فيش حد بيشتغل زي ما كان، حتى المهن